فيلم النهارده هو فيلم جميل جدا، بس انا حقيقي ما اتمناش ان انا اعيش القصه بتاعت الفيلم ده في الواقع وفي الحقيقه. يوم واحد محدد في السنه، اول ما تسمع صفاره الانذار بتضرب متاح انك تقتل وتسرق وتحرق وتدمر اي حاجه واي بني ادم انت عايز تقتله من غير ما يحاسبك القانون. تعال معايا احكي لك الحكايه وما فيها. بتبدا مع صفاره انذار بدء يوم ما يسمى بيوم التطهير. بيكون ضابط الحراسات الخاصه ليو مكلف بحراسه الوزيره تشارلي اللي بتكون مرشحه في انتخابات الوزراء الجايه، لكن هي بتكون ضد الحكومه الامريكيه. يعني من الاخر كده بتكون ضد يوم التطهير، وبتطالب الحكومه الامريكيه بالغاء اليوم ده في الدستور الخاص بيهم. فبيتاكد ليو من كاميرات المراقبه على الامن اللي واقف بره قدام البيت، وبيطمن منهم ان الدنيا تمام وكل مداخل ومخارج البيت متامنه. وبتقول له تشارلي ان اليوم ده من اسوأ الايام اللي بتعدي عليها، خصوصا ان امها اتقتلت قدام عينيها في يوم التطهير، والحل الوحيد انها تكسب الانتخابات الجايه عشان تطالب بالغاء اليوم ده رسميا. وبتظهر معانا في الفيلم